السلام عليكم. فكرة الهالوين عند الفراعنة كانت فكرة ممتعة جدا، لكن المصريين القدماء لم يحتفلوا بالهالوين بمفهومه الغربي الحالي، لكن كان لديهم احتفالات مذهلة تشبهه في المضمون، وكان لديهم اهتمامات كبيرة بعالم الموتى والأرواح والانتصار على الأرواح القوية والشريرة. بينما يحتفل العالم الغربي بالهالوين في 31 أكتوبر، كان المصريين القدماء تصورات عميقة عن العالم الآخر تجعل قصصهم تتفوق على أكثر الأفلام الرعب. يعني كان عندهم عيد اسمه عيد واغ أو ليلة التواصل مع الأرواح. هذا العيد هو الأقرب لفكرة الهالوين، كان مخصصا لتكريم الموتى ومساعدة أرواحهم في رحلتهم إلى الحقول الأبدية. كان المصريون يضعون الطعام والشراب على القبور مثلما يوزع الناس الحلوى الآن. الهدف من العيد ده كان التأكد من أن الروح تجد ما تأكله ولا تشعر بالوحدة أو الغضب. تاني حاجة هو النداء المجهول أو أساطير الوحوش المرعبة. إذا كان الهالوين يشتهر بالوحوش، فإن الأساطير المصرية مليئة بكائنات مرعبة حقيقية. أولهم عممت، وحش بجسم هجين، راس تمساح، جسم أسد، وفرس نهر، وكان بينتظر التهام القلوب المخطئين. تاني وحش أبو فيس، وده كان ثعبان الظلام الضخم الذي يحاول كل ليلة ابتلاع الشمس لنشر الظلام الأبدي. تالت حاجة التنكر والتمائم السحرية. لم يرتدي الفراعنة أزياء تنكرية للمرح، بل ارتدى الكهنة أقنعة للآلهة مثل قناع أنوبيس برأس ابن أوي لإتمام الطقوس الجنائزية. كما حمل الناس تمائم العين والجعران لحمايتهم من الأرواح الشريرة. كما نعلق زينة الهالوين اليوم لطرد النحس. يعني دلوقتي في الهالوين الحديث الناس بتحتفل باليقطين والجمجمة، إنما في المعتقد الفرعوني كانوا بيحتفلوا بالجعران وقناع أنوبيس. الآن توزيع الحلوى في المعتقد الفرعوني، القرابين للموتى. الآن الترفيه وإخافة الأصدقاء في المعتقد الفرعوني، ضمان حياة أبدية آمنة للروح. الآن الشبح والزومبي في المعتقد الفرعوني، بالمومياء والروح، البا والقا. وبس كده، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تصلوا على النبي. سلام.